ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض احلى شنطه كريستال صغيره هتنفعنا في مناسبات كتير وشكلها يبقى شيك جدا. المطلوب معانا كريستال مقاس 10 خرز شفاف، وخيط سناره مقاس 60، وطبعا مش هنقدرش نستغنى عن المقص. تعالوا هنوريكم خطوه بخطوه ازاي اعمل احلى شنطه يعني هتنفعنا في كل المناسبات. اول حاجه للناس اللي لسه مبتدئه هنقطع خيط سنارة مع بعض كده متر مثلا، عشان ايه؟ بحيث ان احنا نقدر ان احنا نتحكم. طبعا هنقطع خيط متر مثلا للناس المبتدئة، بحيث ان احنا نقدر نتحكم فيه وما يضايقناش في الشغل. بس انا طبعا عشان عندي خبرة او خلفية هقطع حتة كويسة، يعني هقطع حتة مثلا كده. طبعا ده هيبقى منظر الخرز. يا رب بس تكون الكاميرا مبينه. ده الكريستال. طبعا انا وريت لكم شكل الخرز. هنمسك بقى، احنا طبعا قصينا الخيط. عندي طرفين خيط، طرف يمين وطرف شمال. هحط اول حاجه، هعمل يعني اول حاجه خالص هعمل يا رب بس الكاميرا تكون مبينه. هعمل الغرزه الرباعيه، يعني ايه كده. هحط فيه خرزه، في يما هحط فيها 3 خرزات، اي جنب عادي 3 خرزات. والجنب التاني هحط فيه خرزة واحدة. تمام كده، في جنب فيه 3 اهو، والجنب التاني فيه واحدة بس. حاولنا نعدل بس في الاضاءة شوية، بعتذر عن الاضاءة. كده انا عندي طرفين، طرف خيط حطيت فيه واحدة، والطرف التالت حطيت 3 زي ما احنا شايفين كده. طب بعد كده انا هعمل ايه؟ عندي الطرف اللي انا حطيت فيه خرزة واحدة كده، هدخل الخرزة جوه تاني، هرجع في نفس الخرزة جوه تاني، واعمل زي صنارة او حاجة كده يعني. تمام اهو. يعني احنا عندنا طرفين الخيط، في طرف حطينا فيه 3 خرزات، والطرف التاني حطينا فيه واحدة، واللي حطينا فيه واحدة رجعنا بنفس الخرزة تاني. تمام، هنرجع في نفس الخرزة اللي احنا دخلنا فيها، واجيب بقى طرف الخيط اللي انا حطيت فيه 3 خرزات وادخله هنا كده. يعني انا عامله كده الخرزه اهي، اروح جايه انا مدخله دي كده. تمام، واشد بقى. طبعا هساوي طرف الخيط بحيث ان هو يطلع متساوي، وهنشد. حاول نتحكم في الخيط، هي هتبقى صعبة بس في البداية، بس بعد كده هتبقى الدنيا تمام. هنساوي طرفين الخيط كده كده ونشد كده. اهي العقدة اللي احنا عاملينها هنشدها، ننزلها لتحت كده ونشد. تمام. طب احنا كده شدينا الخيط للاخر والخيط طالع من هنا. انا هعمل ايه بقى؟ ما هي كده الشنطة تبقى مفكوكة ومش حلوة. بشد اهو كده، بمسك طرف الخيط يمين وطرف الخيط شمال، والحتة اللي باينة دي، الخيطة اللي باينة دي بزقها لجوه، بتحكم فيها كده، بحطها جوه وبشد عليها جامد كده. الغرزة تبقى معانا مظبوطة والشنطة تطلع متماسكة وحلوة. تمام، هنكرر نفس اللي احنا عملناه تاني. عندي طرفين الخيط